أهلا بيك يا بطل في حل تدريبات الدرس التاني مصادر دراسة الحضارة. بعد ما خلصنا الدرس الأول ندخل على الدرس التاني عشان نكون كملنا ورشة الحل الثلاثية بتاعت أول 3 دروس في الوحدة الأولى. سمي الله بقى كده وصلى على رسول الله. في الدرس الأول يقول لحضراتكم كده إيه، أو في السؤال الأول يقول لك إيه: أي من مصادر دراسة الحضارات الآتية عاصر كل الأحداث وعاصر كل التجارب اللي مر بها الإنسان في سبيل بناء حضارة؟ في الحقيقة اللي عاصر كل الحاجات دي هي الآثار، كانت موجودة في كل الفترات الزمنية. تقول لي طب ليه مش كتابات الفلاسفة؟ دي كانت في اليونان. ليه مش النقود؟ والله دي ما كانتش في مصر. ليه مش الأستراقة؟ ظهرت بعد معرفة البرديات. يبقى الآثار. 2. أكتر أنواع الآثار اللي يمكن اكتشافها في مواقع القرى الريفية. انزل في المناطق الريفية هتلاقي إيه؟ هتلاقي حاجات متعلقة بالمناطق الريفية. أيوة، اللي هي إيه؟ حاجات متعلقة بالطمي. طمي. يبقى دي كسرات فخار، تبقى أستراقة. الصورة اللي بعد كده يقول لك عايزين نستنتج منها إن المصدر الحضاري اللي كان يوجد في شمال شرق البحر المتوسط هو مين؟ آدي يا سيدي البحر المتوسط، شماله الشرقي تعتبر المنطقة دي كده، البحر المتوسط كله يعني شماله الشرقي اليونان. طب ايه الحاجة اللي كانت موجودة عند اليونان مش موجودة عند غيرها؟ والله الحاجة اللي موجودة عندها الفلاسفة زي سقراط وأفلاطون وأرسطو، يبقى دي كتابات الفلاسفة اللي موجودة هناك. السؤال اللي بعده يقول لك تميزت الأستراقة اللي هي كسرات الفخار عن غيرها من المصادر الأولية في إنها كانت إيه؟ هو كسرات الفخار دي مميزة عن الغير في ليه؟ لو ترجع بقى في الأحداث للحتة دي كده، ويا سلام لو ترجع للمحاضرة التانية هتلاقيني قايل فيها إن الأستراقة استخدمت لكل الفئات العمرية وليست كل الطبقات الاجتماعية. دي الصح، فهي مميزة عن غيرهم في النقطة دي. وصل المصريين القدماء إلى درجة كبيرة من العلوم الطبيعية، علوم طبيعية زي الطب، وطالما طب يبقى بردية إبرز.